السلام عليكم. هل تستطيع أن تعمل لي تصميم رائع وعصري في أرض 190 متر مربع ونحتاج فيها 3 طوابق؟ نعم، مرحبا بك أخي العزيز. ممكن تقول لنا طلباتك في كل طابق؟ نعم، الطابق الأرضي محلات، صالة، مطبخ، حديقة. الطابق الأول سكن للعائلة. الطابق الثاني أريد فيه 2 شقق سكنية للإجارة والتأجير أو للأولاد إلى آخر ذلك. والطابق الثالث أيضا نفس الطابق الثاني يكون فيه 2 شقق سكنية. هل تستطيع تصميم ذلك؟ نعم أخي العزيز، تابع الفيديو إلى النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المتابعون الكرام في هذا الفيديو، والذي سنتكلم فيه إن شاء الله عن تصميم فيلا صممناها، وكانت الأرض الخاصة بهذا السكن في ولاية بومرداس. قبل أن نبدأ في شرح هذا الفيديو في شرح التصميم، إذا عندكم أرض وتريدون أن نعمل لكم تصميم، سواء تريدون عمل تصميم منزل أو فيلا عصرية أو مشروع تجاري أو شقق سكنية، بإمكانكم التواصل معنا في الواتساب الظاهر أمامكم الآن، زائد 213 669 34 63 06، أو صفحتنا في الفيسبوك أو في الانستغرام أو في الإيميل، وهذا هو رقم الهاتف ظاهر أمامكم الآن. فقط تواصلوا معنا ونصمم لكم ما تريدون أيها الأحبة الكرام، ونصمم لكم عن بعد سواء كنتم داخل الجزائر أو خارج الجزائر. ومرحبا بكم، ونبدأ في شرح التصميم. التصميم أيها الأحبة الكرام، اتصل بنا تواصل معنا أحد الزبائن الكرام، تواصل معنا وأراد أن نعمل له تصميم. أعطانا المساحة الخاصة بهذا التصميم، الطول زائد العرض، كم طابق يريد. بعد ذلك طلبنا منه ماذا يريد في كل طابق، أعطانا الطلبات الخاصة به. بعد ذلك قمنا بتصميم المخططات الخاصة به. التصميم الخاص به كان فيه ار بليس تروا بليس تيراس، فيه طابق أرضي و3 طوابق سكنية وسطح. الطابق الأرضي سنشرح في كل طابق على ماذا يحتوي. والحمد لله عملنا له التصميم وأخذ المخططات، ثم بعد ذلك رغب وأراد أن يعمل 3D من الخارج. عملنا له 3D، والحمد لله نوضح لكم صور 3D الخاصة به، ونشرح لكم التصميم الخاص به، ونعطيك رأي الزبون كيف كان رأيه وردة فعله، ماذا راسلنا. وأبقوا معنا إلى نهاية هذا الفيديو أيها الأحبة الكرام، ونبدأ إن شاء الله. هذا هو التصميم أيها الأحبة الكرام. التصميم هناك واجهتين، واجهة من هذه الجهة وواجهة الأخرى من هذه الجهة. التصميم كان 10 في 19. والطلبات الخاصة به، الطلبات الخاصة في الطابق الأرضي، يريد محلات تجارية ومرآب وصالة ومطبخ وحديقة، سلم يصعد للشقق التي ستكون في الطوابق الأخرى. إذن أيها الأحبة الكرام، هذا هو الشارع الرئيسي، من هنا شارع ومن هنا شارع. المدخل الخاص بالشقق السكنية والسكان الذي في الطابق الأول من هنا، هذا هو المدخل. من هذه الجهة، من هذا الشارع، عملنا له محلين، محلات تجارية، هذا المحل الأول هذا المحل الثاني. ومن هذه الجهة مرآب يحمل حوالي سيارتين، سيارة هنا وسيارة هنا. بإمكانه أن يدخل من جهة المرآب إلى الصالون، وأيضا يستطيع الدخول من جهة الحديقة. يدخل من جهة الحديقة يجد هنا مطبخ وهنا صالون. أيضا يستطيع الصعود إلى الطابق الأول أيضا من هذه الجهة، الطابق الأول يستطيع النزول إلى الحديقة، ومن الحديقة تستطيع الصعود إلى الطابق الأول من هذه الجهة. أيضا تستطيع الصعود إلى الطابق الأول أيضا من هذا السلم، هناك سلمين، سلم هنا وسلم هنا. السلم هذا خاص بالحديقة، يصعدنا وينزلنا إلى الحديقة، والسلم هذا خاص بالطابق الأول والشقق الأخرى. نصعد لما ندخل من هنا ونصعد إلى الطابق الأول، نصل إلى هذه النقطة، وهذا هو الطابق الأول أيها الأحبة الكرام الخاص به. يوجد صالتين، هذه صالة وهذه صالة.
صالة خاصة مثلا بالرجال هنا، وهذه صالة خاصة بالنساء، أو العكس، ممكن هذه تكون نساء وهذه تكون رجال على حسب يعني الرغبات الخاصة به. هذه يعني صالة ما شاء الله كبيرة 6.50 في 4.60. هذه أيضا صالة 5.35 في 4.60 من هنا. هنا يوجد مطبخ، هنا توجد غرفة رئيسية مع حمام، وهنا يوجد خزانة ملابس. هذه غرفة رئيسية خاصة بالأبوين، يعني واسعة ما شاء الله، فيها حمام وفيها غرفة ملابس، وهنا يعني شرفة يعني لها إطلالة على جهة الحديقة، وأيضا لها إطلالة على جهة الشارع من هنا. المطبخ أيضا له يعني إطلالة على جهة الشارع من هنا. هذه الغرفة نوم أخرى عندها إطلالتين من هذه الجهة، من جهة الشارع هذا ومن جهة الشارع هذا، وأيضا هناك يعني شرفة كما ترون. أيضا الصالون عندها إطلالة على جهة الشارع كما ترون. جميع الفضاءات أيها الأحبة الكرام يوجد فيها نوافذ من أجل إدخال الضوء والتهوية، يعني جميع الفضاءات فيها التهوية وفيها الإضاءة. هنا يعني يكون باب بإمكانك، يعني باب زجاجي، بإمكانك النزول في هذا السلم لكي تنزل إلى الحديقة التي توجد هنا في الطابق الأرضي. باقي الطوابق هناك، يعني الطابق الثاني والطابق الثالث، يعني نفس الطوابق يوجد فيهم 4 شقق سكنية، كل شقة سكنية يعني F3 كما نقولوا بالجزائرية F3. هذه F3 الأولى فيها صالون، فيها شامبر 1 شامبر 2 كويزين، والأخرى المدخل الخاص بها من هذه الجهة، فيها هنا صالون، فيها هنا كويزين، فيها هنا شامبر رقم 1، وهذه الغرفة رقم 2. وهنا يعني أعزكم الله حمام خاص بهذه الشقة وحمام خاص بهذه الشقة السكنية الأخرى. أيضا الطابق الثالث يعني نفس الطابق الثاني، يعني يحتوي أيضا على شقق سكنية، ممكن من أجل الأولاد، ممكن عنده أولاد، أو ممكن من أجل الإيجار، يعني مثلا في المستقبل يريد أن يؤجرهم، يعني مشروع يعني تجاري في نفس الوقت، مشروع سكن وفي نفس الوقت مشروع تجاري. وهذا لما نصعد يعني الطابق الأخير، يعني فوق الطابق الثالث إلى السطح. هذا هو السطح أيها الأحبة الكرام كما ترون، يعني تصميم جميل ما شاء الله. وهذه هو يعني هذه يعني صور 3D الخاصة بهذا التصميم كما ترونها. هذه هي الصور 3D أيها الأحبة الكرام، يعني تصميم جميل ما شاء الله، عصري، يحتوي على جميع الطلبات، ويعني ليست فيه يعني مساحات مهدرة، واستغلال أمثل لجميع المساحات. وهذا هو رأي الزبون في الأخير بعدما أرسلنا له التصميم. قلنا له هذا هو التصميم الخاص بال3D وقد جاء روعة. قال يعني الله يبارك، جت ما شاء الله يعطيك الصحة. قلنا له يبارك فيك، هل أعجبتك؟ قال لنا عجبتني الله يبارك. قلنا له الحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل. الحمد لله يعني صممنا للكثير يعني من عدة ولايات، وهذا يعني نموذج من ولاية بومرداس. إذا أنت حاب نخدموا لك يعني تصميم لأرض، عندك أرض حاب تخدم لها تصميم، تواصل معنا ونحن نخدم لك التصميم الخاص بك، نخدم لك المخططات. تحب نخدم لك 3D خاص بك، نخدم لك حاجة عصرية، حتى مثلا حاب تعديل ولا حاجة، حاب تبدل حاجة ولا حاجة نبدلوا لك عادي. نخدم لجميع المدن سواء داخل الجزائر خارج الجزائر. فقط تواصل معنا في الواتساب الظاهر أمامكم الآن، زائد 213 669 34 63 06، وبإذن الله نعمل لكم تصاميم عصرية ما شاء الله. فقط تواصلوا معنا ومرحبا بكم. هذا باختصار أيها الأحبة الكرام. لا تنسوا الاشتراك في القناة. هي صفحتنا في الانستغرام، هذه هي صفحتنا في الانستغرام، وهذه هي صفحتنا في الفيسبوك أيها الأحبة الكرام، أكرم شرفي أرشيتكت. بإمكانكم الدخول لها، فيها يعني فوائد خاصة بالتصميم، فيها إعلانات، فيها آراء زبائن إلى آخر ذلك.
هذا باختصار أيها الأحبة الكرام، إلى فيديو قادم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.